مرحبا بكم أصدقائي مع مريم للتريكو والكروشيه. في الفيديو ده هنتعلم نعمل مع بعض سالوبيت من سن يوم لسن 3 شهور. هنشتغلوا بالطريقة ديت الضفاير ورا وقدام، وهنعمل له كمان زونت اهو بالطريقة ديت. هنشتغلوا مع بعض خطوة بخطوة وهنشوف بيتعمل ازاي. حبايبي انا هستعمل خيط هيمالايا. استعملت الخيط الابيض مع الخيط الروز، وهيمالايا دوت البكرة بتاعته 100 جرام و205 متر. هستخدم في عمل البليسيه ابرة رقم 3 للبليسيه، وللسالوبيت نفسه هشتغل بإبرة رقم 5. حبايبي انا اشتغلت شوية في الظهر اهو، وعملت كده اهوت. وصلت اني انا اوصل الاتنين ببعض علشان اشبك الظهر يبقى حتة واحدة كده. الرجلين اهيت، فانا هبتدي اشتغل بقى هنا كده. هزود 5 غرز اللي هم حبايبي اللي احنا عاملينهم في المرد هنا. فانا هزود زيهم في الظهر بالظبط 5 غرز. هزود كده طريقة التزويد بقى. انا هشتغل كده هنا في اول غرزة دي كده اهي. هعمل كده اهو، هشتغل غرزة بالشكل ده اهو، لكن هلقطها مرة تانية على الابر، يبقى انا كده زودت غرزة. اشتغل فيها كده غرزة برضو بلفة اهي، واحطها مرة تانية على الابر، يبقى انا كده زودت غرزتين. هعمل غرزة تالتة اهي بالشكل ده، واحطها على الابرة يبقوا 3. هعمل كمان واحدة اهي يبقى كده 4. كمان غرزة يبقوا كده 5 اللي انا عايزة ازودهم زي الامام بالظبط. هبتدي اشتغل بقى عادي، بس هحدد الغرز 5 دول هيبقوا ابتدي امتى العدل وامتى المقلوب. في هنا الغرزة اهيت اللي قدامي ديت مقلوبة، انا هشتغلها معدولة، يبقى اللي قبليها هتبقى مقلوبة معدولة مقلوبة معدولة مقلوبة معدولة، يبقى انا هبتدي بغرزة معدولة اهو بالشكل ده كده اهو. واحدة معدولة وواحدة مقلوبة، معدولة مقلوبة معدولة مقلوبة. الغرزة دي هتبقى معدولة اهي مقلوبة، عشان انا بعكس اللي قدامي. دي هنا مقلوبة هعملها معدولة، دي هنا معدولة هعملها مقلوبة. وهشتغل بعد كده بقى ال9 غرز بتوع الضفيرة اهو. 2 3 4 5 6 7 8 9. 5 غرز بتوع الحواف بقى انا شايفاها قدامي دي معدولة هعملها مقلوبة. دي مقلوبة اعملها معدولة مقلوبة معدولة مقلوبة. يبقى كده حبايبي انا زودت 5 غرز اللي هم في الامام بتوع المرد بالشكل ده. خلاص هشتغل بقى الجزء التاني اللي هو بتاع الرجلين. هشتغله عادي خالص خالص اهو. الغرزة ديت مقلوبة هعملها معدولة اهو، عكس اللي انا شايفاه قدامي. مقلوبة معدولة. 9 غرز بتوع الضفيرة. 2 3 4 5 6 7 8 9. 5 غرز بقى اللي هم على الحرف دول اهو.
خلاص حبايبي، انا بقى عايزة اشبك ديت في دي، فانا هشتغل السطر ده واطلعها بره خالص عن عن الابر، اشتغلها وارجع لكم. حبايبي انا طلعت اهو جزء بره خالص اهو. هشتغل الجزء التاني اللي انا مزودة فيه 5 غرز بابرة بابرة تانية. خلاص هشتغل ده بقى وابتدي اوصل فيه الجزء ده. اشتغل دي كده يا حبايبي بالشكل ده اهو. اعمل الغرزة دي كده اهو اهو. ادي كده غرزة معدولة. خلاص كده هجيب بقى الابرة التانية وابتدي بقى كده بقى اهي. هنا ديت اول غرزة ديت المفروض تتعمل مقلوبة، هعملها غرزة معدولة بقى بالفتلة اللي في ايدي. يعني هي دي خلاص انا قطعت الفتلة دي اهي. هبتدي اشتغل بقى بالفتلة اللي احنا شغالة بيها دي اهي بالشكل ده، وابتدي بقى الم الغرز اهي. وكل غرزة تاخد بقى دورها في الشغل اهي كده. وبعدين دول 9 غرز 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 5 دول الغرز بقى اهي. اصبح هنا توصل معايا توصل معايا بالشكل ده يا حبايبي. هتبقى بالشكل ده بعد ما بعد ما انا وصلت الرجلين الاتنين ببعض بال5 غرز دول، هتبقى شكلها كده. هرتفع انا بقى بالشغل دوت لغاية فوق لغاية لما اوصل لحردة الابط بالشكل ده يعني ديت هتتحط بعد كده 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 اهي اهي. يعني انا هرتفع بقى لغاية لما اوصل لحردة الابط زي دي. خلاص. والشغل كله هيبقى حوالين ده. ما ننساش اللي احنا زودنا هنا 3 غرز، يبقى انا هنيجي برضو هنا قرب المسافة اللي انا زودت فيها غرزة، وبعدين اشتغلت سطر، وبعدين زودت غرزة، واشتغلت سطر وزودت غرزة. يعني ال5 غرز اللي هم على الحرف اللي هم دول هخليهم بعد كده 8 غرز. يعني هزود 3 زي ما زودت زي ما زودت هنا بالشكل ده خلاص. وبعد كده هعمل بقى حردة القفا وهوريكم لما اوصل لها عند حردة الابط، وبعد كده حردة القفا. حبايبي كده انا خلصت الظهر اهو بالشكل ده. وعملت حردة الابط نفس الحردة اللي انا عملتها في الامام، قفلت 3 و2 و1، وعملت برضو نفس الطول اللي انا عملته في الامام، وجيت قفلت هنا الكتاف. كل كتف عملت في الاول قفلت 4، وبعدين اشتغلت عادي وقفلت في الناحية التانية 4، وهكذا و4 و4 و4. اتبقى لي 11 غرزة على الابرة. دول قفلتهم مرة واحدة اللي هم حردة القفا، قفلتهم كده بالشكل ده ورا بعضهم بالشكل ده اصبح ادي كده اهو. ادي الظهر بتاع السلوبيت اهو. وادي الامام اهو. لو حطينا الاتنين على بعض كده بالظبط هنلاقيهم نفس المقاس وهنا برضو مقفلة 4 4 4. خلاص كده حبايبي
كده فاضل لنا بس نعمل ايه بقى، نعمل الكمام. حبايبي انا كمان عملت الكم كمان اهو، وعملت طبعا الفردتين الكمين على ايه، على ابرة واحدة، علشان زي ما اشتغل في ايه، في جزء اشتغل في الجزء التاني نفس الطريقة. عملت الاسورة بتاعة الكم 25 غرزة، وبعدين طلعت في اخر سطر هنا عملت كام سطر بالليسيه، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. عملت 12 سطر بالليسيه و25 غرزة، وجيت في السطر ال13 زودت 4 غرز علشان اقدر اظبط الايه، اظبط الضفيرة واظبط الغرزة. زودت 4 غرز متفرقين في اخر سطر، وبعد كده نقلت على ابر الشغل رقم 5. عملت البليسيه طبعا برقم 3. نقلت البليسيه اصبح عندي كان عندي 25 وزودت 4 بقوا 29. اشتغل بقى هنا الغرزة كده 10 غرز، وبعدين 9 ضفيرة، وبعدين 10 غرز تتقسم معايا كده، يبقى 29 غرزة. ابتديت ب25، زودت في اخر سطر 4، بقى عندي 10 يمين و10 شمال والضفيرة اللي هي 9 غرز بالشكل ده. هنبتدي بقى نعمل حردة الإبط زي ما عملنا حردة الإبط في الأمام وفي الخلف بالظبط. يعني أنا عملت حردة الإبط في الأمام والخلف، عملنا قفلنا 3 وبعدين 2 وبعدين 1. هقفل برضو في الكم 3 و2 و1، لكن طبعا مش هرتفع بنفس الطول ده. أنا هقفل الكم تحت الإبط، وهرجع لكم وأوريكم هنعمل ايه. حبايبي انا حردت الكم اهو 3 2 1، ومن الناحية التانية برضو 3 2 1. كده حبايبي انا خلصت الحردة اهي بتاعت الكم. بس انا عايزة اقول لكم ملحوظة ان انا ما زودتش خالص في الكم. يعني هما 29 اللي انا طلعت بيهم بعد البليسيه هما 29 اللي انا قفلت عليهم الغرز. انا لقيت شكل الكم كده مش محتاج ان هو ان هو يتزود خالص، شكله اهو مش محتاج ان هو نزود فيه تاني، لان لو زودنا تاني هيبقى واسع، واحنا عايزين ده طفل لسه مولود. احنا دلوقتي قفلنا في كل كم مثلا من الناحية دي 3 2 1، يعني من الناحية دي 6 والناحية دي 6، يعني قفلنا 12 غرزة في الكم. طيب 12 واحنا كان معانا 29، هتبقى 17 غرزة. 17 غرزة هنطلعوا منهم 9 غرز، هتبقى معانا 8 غرز، يعني 4 غرز من الناحية دي اهو، وبعدين 9 غرز بتوع الضفيرة والاربع غرز بتوع الناحية التانية بالشكل ده. واحنا طالعين بقى كده في الطول كل مثلا سطر في العدل هنقص غرزة. السطر المقلوب هشتغله عادي، ارجع تاني للسطر العدل اللي هو ده هنقص فيه غرزة لحد ما نقص الاربع غرز دول. حبايبي بعد ما انا حردت 3 2 1، هبتدي بقى الاربع غرز دول هحردهم برضو في السطور العدلة بس كده. يعني طول ما انا بشتغل كده هاخد واحدة بالشكل ده، اشتغل الباقي خلاص. في السطور العدل بس هي اللي انا هنقص فيها الاربع غرز التانيين. بص حبيبي انا حردت كده لغاية لما اتبقى على الابرة 5 غرز. ال5 غرز دول انا هقفلهم كلهم ورا بعض كده. كده
كده يبقى خلص الايه، خلص الكم. بص الفتلة بقى، ادي الكم بقى شكله بالشكل ده كده اهو، وادي الكم التاني برضو شكله كده. وحبايبي لما اطبق الكم بقى الاتنين على بعض هيبقى بالشكل ده اهو. اهو انا اقيس بقى كده هنا من بعد ايه، من بعد 3 2، من بعد الواحد كده اعمل فتر صغير كده كده اهو، صغير خالص كده، يبقى هو دوت اللي ايه المسافة اهي، المسافة بتاعته اهي. هقيسها كده بالمزورة اهي، ادي 3 2 1 اهي. هقيس من بعد اخر ايه، اخر حردة اللي هو الواحد لغاية هنا، لغاية النص بتاع الايه، بتاع الكم ده، لحد النص بتاع الكم كده اهو، 7 سنتي. خلاص 7 سنتي اهو بالشكل ده اهو. بس يبقى كده خلص الايه، خلص الكم اهو بالشكل ده. عملنا له الضفيرة في النص وادي شكله، وانا مزودتش فيه خالص غير ال4 غرز اللي هما بعد البليسيه. ابتديت ب25 وزودت 4، 29. هما ال29 اللي انا طلعت بيهم لغاية ايه، لغاية فوق اهو بالشكل ده. وادي الكم التاني برضو اهو نفس الحكاية اهو اهو. حبايبي هبتدي بقى اخيط السلوبيت، الم كله على بعضه. اجيب ابرة التشطيب واجيب كده اهوت، ده الكم اخيطه اقفله اهو. هجيب كده هنا كده بالشكل ده كده، كل غرزة قصاد الغرزة اللي قصادها اهو بالشكل ده كده. بس دي اول غرزة بقى نثبتها جامد كده اهي، ايوه كده اهو. وبعد كده هظبط كده الغرز قصاد بعضيها وهخيط بالطريقة دي كده. كل السلوبيت هخيطه بالطريقة دي، احط الغرز كده قصاد بعضيها كده اهو. بالشكل ده كده اهو، كل غرزة قصاد الغرزة اللي قصادها. كده حبايبي انا خلصت خياطة الكم اهو بالشكل ده. وطبعا هنا اللون الروز انا خيطته بنفس اللون بتاعه اللي هو اللون الروز. خلاص هقلب كده بقى الكم اهو، خياطة كده اهو اهو كده. وطبعا خيطت كمان السلوبيت كله بنفس الطريقة اهو اهو حبايبي اهو كده اهو كده اهو. هركب بقى الكمام، هقلب كده وبعدين اجيب الكم على العدلة المعدول كده وادخل الكم كده هنا اهو اهو. ادي الكتف اهو، اجيب نص الكتف ده هنا، النص ده كده هنا اهو كده، واروح مثبتاه هنا فين، في الكتاف. خلاص واثبت كمان خياطة الكم مع خياطة الجنب، وابتدي ايه، وابتدي اخيط. خلاص هيبقى بنفس الطريقة دي كده اهو اهو، اخيط كده. ادي خياطة الجنب مع خياطة الكم وابتدي ايه اركبه. حبايبي كده اتخيط السلوبيت كله اهو
خياطة الكمام وركبناها اهي بالشكل ده اهو. وادي السلوبيت كله اهو اصبح بالشكل ده اهو. نظبطه كده الخياطات كده اهو اصبح بالشكل ده اهو. ادي السلوبيت اهو. هنا طبعا مكان الزراير والعراوي هنركبوها، بس فاضل حاجة واحدة بس، وادي الكم التاني تركب اهو اهو. فاضل ان احنا بقى هنعمل الزونت بتاع السلوبيت. هجيب الابر اللي هي بتاعت البليسيه اللي احنا كنا عاملين بيها البليسيه بتاع الاساور، اساور الايد واساور الرجلين. وابتدي بقى اجيب كده ادي الفتلة اهي وادي الابرة اهي. هدخل في اول غرزة هنا كده خلاص، وهجيب الفتلة وابتدي القط الغرز كده بالشكل ده اهي. اتلقطت معايا اهو. هاخد بقى غرز كده جنب بعضيها كده اهو كده كده غرز جنب بعضيها كده حوالين داير الدوران كله اهو كده. مخليش المسافات بعيدة، خلي المسافات قريبة شوية كده. وبلف الفتلة كده وبطلع بيها كله حوالين ايه، حوالين داير كله. بالشكل ده كده هلف كله لحد ما اوصل للمرد التاني. يا حبايبي كده الزنط اهو بقى بالشكل ده، نفس الغرزة بتاعت السلوبات، غرزة الرزة اهي. انا عملت لقط 64 غرزة. هو حوالي كده عملنا 13 سنتي ونص او 14 سنتي. انا بقى في السطر الاخير خالص اللي هو قبل التقفيل على طول ده، انا هشتغل بإبرة رقم 5. هشتغل بإبرة رقم 5 علشان تدي وسع في السطر الاخير، ما بقاش السطر الاخير مزموم. فانا بقى هشتغل بالإبرة رقم 5 اخر سطر دوت واقفل بيها برضه خلاص. يبقى انا هشتغل كده السطر ده اهو بالإبر اللي هي الكبيرة اهو، عشان لو قفلت بنفس الإبرة اللي انا كنت شغالة بيها يدي حرف الزونت يبقى مزموم، ما يبقاش واخد راحته. لكن لما اقفل بإبرة بقى كبيرة يدي براح في الغرز كده اهو. هشتغل السطر ده والسطر اللي بعده على طول هقفل بقى بالطريقة اللي احنا عارفينها اهو. اخلص السطر بقى وارجع لكم كده حبايبي. بقى هبتدي ايه اقفل الزونت بتاعي الطريقة اللي احنا عارفينها كده كده اهو. زي الاولانية على التانية كده اهو
نقفل السطر كله كده. تحسوا بقى ان الغرز ايه، الغرز مريحة مش مشدودة خلاص، لان احنا عملنا بإبرة اكبر من الإبرة اللي احنا كنا شغالين بيها. حبايبي الزنط اهوت انا قفلت السطر الاخير زي ما وريتكم. هطبق بقى كده الزنط كده حبايبي اهو كده، ادي القلبة بتاعته اهي جوه اهي. انا هقلب كده بقى كده كده اهو، وابتدي اخيط الايه، اخيط السطر اللي احنا قفلناه اخر سطر ده اهي. انا قفلت باخر فتلة وسبتها برضو، خدت منها حتة علشان اخيط بيها واقفل بيها الزنط من فوق اهو كده. ابتدي بقى اخيط كده هنا واتبت كده واخيط زي ما كنا ايه، زي ما كنا بنخيط الغرز كلها اللي قصاد ايه، اللي قصاد بعضيها. الغرز واضحة خالص اهي قصاد بعضيها اهو حبايبي بالشكل ده كده اهو اهو. بفرد كده اهو واخد الغرزة اهي باينة قصاد الغرزة اللي قصادها كده اهو اهي باينة خالص واضحة خالص. ادي الغرزة قصاد الغرزة. بص حبايبي هنا اهوت بقى في اخر غرزتين هنا انا مش عايزاها تطلع ببوزة، انا عايزاها تيجي بدوران. فانا اهو كده واروح جاية هنا كده وعطشة ايه، عطشة الخياطة دوران شوية كده اهو. بصوا كده اهو اهو كده اهو اهو كده يا حبايبي بالشكل ده اهو اهو. هثبت بقى الخياطة اهي، نقطع الفتلة بقى اهو حبايبي. لما عدلته اهو ما عطانيش بقى البوزة اللي بتبقى في الزنط، لكن بتبقى ايه، بتبقى عاطشة شكل دوران شوية اهي اهي اهو حبايبي. شكل الزنط اهو اهو كده اهو اهو. حبايبي انا بعد ما خلصت خالص حبيت اعمل له بقى حرف كده على المردين ها، وعلى الحرف بتاع حرف الزنط بالشكل ده كده اهو، عبارة عن فستونة اهي كده كده. ادخل عشوائي كده بس المسافات تبقى قد بعضيها عمود، بعمل عمود وكمان عمود، يعني عمودين في غرزة واحدة عمودين كده في غرزة واحدة. وبعدين اجي اعمل كده غرزة حشو، اسيب غرزة وادخل واعمل غرزة حشو، وبعدين اسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي بعديها برضو واعمل عمودين، عمود التاني وبعدين اسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي بعديها واعمل غرزة حشو، واسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي بعديها واعمل عمودين، عمودين في غرزة واحدة كده حبايبي. تديني الشكل ده اهو حوالين داير المرد والايه والزنط. هيبقى المرد بالشكل ده كده حبايبي اهو اهو كده لون البينك. وجهة العراوي طبعا هنحط فيها زراير، وادي الزنط ممكن كمان نعمله كده نتنيه كده حرف اهو
هيبقى بالشكل ده. طبعا هو مولود لسه بيبي صغير اهو اهو كده اهو، وادي الكمامة اهي. يا حبايبي هاجي بعد كده اعمل على الزونت هنا كده، هعمل له ودان قطة بالشكل ده اهو كده. هنعملها ازاي؟ هنعمل 12 غرزة اللي هي غرزة البداية كده على الإبرة، 3 4 5 6 اهو حبايبي كده 12 غرزة، 2 4 6 8 10 12. هشتغل بقى نفس الغرزة اللي انا عاملاها في السلوبات اللي هي غرزة الرزة كده. هبتدي الاول غرزة فوق وغرزة تحت كده، او كده حبايبي. وبعدين اجي السطر اللي بعده حسب الغرزة ما هي قدامي هعمل عكسها، يعني الغرزة دي تحت هخليها فوق، والغرزة دي فوق اهي باينة خالص اهي هعملها تحت زي ما انا شغالة السلوبيت بالظبط. هعمل كده حوالي بقى 12 سنتي اهو بالشكل ده كده. انا عايزة اعمل منها مربع، يعني العرض بتاعها قد الطول بالظبط. فانا هشوف هنا العرض كام سنتي، هشتغل شوية كده هشوف العرض هنا اللي انا عملته ده كام سنتي، هعمل قده بالظبط الطول اهي. هكمل دي الغرزة ديت فوق اهي هعملها تحت اهي كده. ديت غرزة تحت هعملها فوق، دي فوق هعملها تحت عشان تديني شكل الرز اهو. هرتفع انا بقى بالشغل كده اهي شكلها طبعا زي ايه، زي شكل السلوبيت بالظبط. هرتفع بيها كده بقى وهرجع لكم يا حبايبي. بقت بالشكل ده، عملنا 12 غرزة. ال 12 غرزة عملوا 7 سنتي اهو، 7 سنتي. وعملت كمان في الطول بتاعها برضو 7 سنتي، بقت مربع. هعمل ايه بقى؟ هقفلها كده نصين بالشكل ده كده اهو كده اهو، واجيب الابرة بتاعت التشطيب ديت. حبايبي بقى نبتدي اخيط كده بالشكل ده كده من هنا، من على الحرف من هنا. انا قسمتها نصين كده اهي، قسمت المربع اللي انا عاملاه كده اهو نصين. ابتدي ايه اخيط بقى من اول هنا كده كده، وامشي الخياطة كده بالعرض برضو كده اهو. وبعدين اجي برضو هنا على الحرف ده كده
كده اهو. ابتدي بقى اشد الفتلة، اشدها تتشد معايا، هتتقوس بالشكل ده اهو. اشد كمان اهو اهو، اصبحت اتقوست اهي اهي. بعد كده اثبت عليها جامد، اثبت عليها كده هنا كده كده، وابتدي احطها بقى واخيط زي المخيطة دي اهي. احطها كده كده مثلا اهو، كده بالشكل ده مثلا اهو. وابتدي بقى ايه بالابرة، ادخل الابرة كده لتحت وايه واطلعها كده. طبعا هي مش هتتحط هنا، انا بقول لكم بس هي هتتخيط ازاي، لكن هما هنكتفي بالاتنين دول ايه، دول بس. خلاص اهي، بس اهي الطريقة بتاعتها وخياطتها، ان انا زميت الفتلة جامد. لما ازم الفتلة جامد هتديني التقويصة دي، هتبقى بالشكل ده. خلاص، وابتدي اركب الاتنين على مستوى واحد من الايه، من الخياطة بالشكل ده. بكده يبقى انتهى خالص السلوبيت. طريقته سهلة وبسيطة، وركبنا له طبعا الزراير بتاعته اهي اهي، الزراير بالشكل ده اهي اهي. وبكده يبقى انتهى السلوبيت بتاعنا. ما تنسوش حبايبي اللي عجبوا السلوبيت يعمل لايك، ولو حابين تشتركوا معانا دوسوا على كلمة اشتراك اللي هي باللون الاحمر، سبسكرايب، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. شكرا لكم حبايبي، وربنا معاكم.